عارف إيه أكتر حاجة بتجنن الشخص اللي بيحاول يضغط عليك نفسيًا؟ إنك تبين له إن المحاولة بتاعته فشلت، محاولته باظت. لما تلاقي الطرف التاني بيستخدم معاك أسلوب اللوم أو بيحسسك بالذنب أو بيحطك في زاوية يا تنفذ اللي أنا عايزه يا إما أنت شخص وحش. هو هنا مش بيناقشك، لكن هو هنا بيحاول يبرمج رد فعلك علشان يضمن إنك تحت السيطرة وما تخرجش عن طوعه. لكن في فيديو النهاردة أنا هقولك على 3 ردود جاهزين تقدر تستخدمهم علشان تعرف تتعامل معاه وما تضغطش نفسك ولا تقعد تدافع عن نفسك كتير ولا تبرر عن نفسك كتير. ونبتدي بالخطوة رقم 1. لو شايف إن هو بيحاول يقلل من تفكيرك أو من مشاعرك، رد عليه الجملة دي، قول له أنا فاهم إن ده رأيك في الموقف، بس ده مش هيغير من إحساسي ولا هيخليني أغير قراري. رقم 2. لو أنت شايف إن هو بيحاول يضغط عليك علشان ياخد منك قرار سريع، قول له واضح إن الموضوع مهم بالنسبة لك، بس أنا ما باحبش آخد قرارات تحت ضغط وهارُد عليك لمّا أكون جاهز ولمّا أكون فكّرت. رقم 3. لو شايف إن أسلوبه فيه هجوم شخصي عليك، قُل له الجملة دي: أنا مستعد أكمّل الكلام ده لمّا نرجع نتناقش في الموضوع بس من غير تجريح. واسأله تحب نكمّل دلوقتي والّا نكمّل وقت تاني؟ وافتكر دايمًا اللي بيضغط عليك نفسيًا هو شخص خايف يفقد السيطرة عليك، فبيحاول يسيطر عليك أنت علشان ما يبانش ضعفه. واللي أنت ما تعرفوش إن السر اللي بيخلّي المحترفين ما يقعوش في الفخ ده إن هو في قاعدة نفسية اسمها فجوة الاستجابة. طيب يعني إيه قاعدة فجوة الاستجابة دي؟ بُص، الشخص اللي بيضغط عليك بيبقى مستني منك رد فعل انفعالي فوري وسريع، سواء كان رد الفعل ده بكاء، دفاع أو خناق. وأول أنت ما بتسكت لمدة 6 ثواني بس وأنت باصص في عينيه كده، أنت هنا بتعمل لعقله system crash، كما لو إنك بتغيّر ترتيبات عقله. وال6 ثواني دول كافلين ينقلوا السيطرة من جهازه العصبي لعقلك أنت الواعي، وبدل ما تكون رد فعل تبقى أنت الفعل وصاحب القرار. وأرجع وأقول لك، لو حاسس إنك تايه ما تقلقش، أنا موجود أساعدك. تواصل معانا من خلال الرسايل وهارد عليك بكل التفاصيل ونبتدي خطوات ترجع لك توازنك في العلاقة وما تخليش الطرف التاني يسيطر عليك ولا يضغط عليك نفسيًا.